مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انخفاض الضغط الجوي بحوض البحر المتوسط هذا سيكون مرفوق بعبور اضطراب جوي على كل المناطق الشمالية، وخاصة هبوب رياح قوية، هذا على كل الهضاب العليا خلال ظهيرة لغاية ليلة اليوم بإذن الله. هذا على كل المناطق الشمالية أيضا هبوب رياح قوية، لكن خلال يوم الغد الرياح ستبقى تخص الهضاب العليا، الأوراس، وحتى بسواحل الشرقية، مع انتشار بعض السحب السفلى دائما خلال الصبيحة على كل السواحل، قد تكون مرفوقة ببقايا بعض الأمطار المحلية والضعيفة سرعان من السماء إلى صفاء ابتداء من الظهيرة، هذا على المناطق الغربية وكذلك الوسطى، وتبقى بعض السحب العابرة على المناطق الشرقية، كما ستنتشر بعض الزوابع الرملية بالهضاب الوسطى والشرقية وحتى بشمال الصحراء وكذلك الواحات. هنا تكون الأجواء مشمسة، تتشكل بعض السحب التي تتحول إلى رعدية نحو منطقة تندوف خلال الظهيرة، كما تبقى تنشط أمطار رعدية موسمية بأقصى الجنوب وسط الصحراء والجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة على الهضاب العليا والمناطق الداخلية الشرقية، مقاييس بين 21 إلى 23 درجة بالسواحل، 27 درجة منتظرة بغرداية وبشار، لن تتعدى 25 درجة بتمن راس، 29 درجة بورقلة، 33 درجة على مقياس بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف تراجع على كل المناطق الشمالية، حيث لن تتعدى 32 درجة بالسواحل، 28 درجة فقط كأدنى مقياس بالجلفة والبيض، 35 درجة على مقياس بتلمسان جنوبا، 40 درجة بتمن راس، 38 درجة ببشار، 36 درجة بغرداية، وترتفع إلى 46 درجة على مقياس بالصحراء الوسطى، تقريبا نفس المقياس بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب بسواحل الغربية، هنا الرياح تبقى ضعيفة لكن مضطرب بسواحل الوسطى مع رياح معتدلة شرقية أو غربية شمالية غربية. البحر سيصبح كثير الاضطراب نحو السواحل الشرقية مع رياح قوية نسبيا تقرب 50 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة، يوم الثلاثاء نعرف تحسن نحو المناطق الشمالية والغربية، أجواء مشمسة على العموم، تبقى بقايا بعض الأمطار تخص خلال الصباح السواحل الشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا، رياح قوية نسبيا أيضا بالجنوب الغربي مع أجواء مشمسة، وتبقى تنشط خلايا رعدية موسمية بأقصى الجنوب إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي. درجة الحرارة تبقى مستقرة على العموم مقارنة بيوم الغد. يوم الأربعاء نفس الوضعية الجوية تقريبا، أجواء مستقرة عدا بعض الأمطار الرعدية التي ستخص الهضاب الوسطى ومنطقة الأوراس. درجات الحرارة تعرف بعض الارتفاع نحو المناطق الغربية. الرياح هذه المرة ستشمل الجنوب الغربي وسط الصحراء وأقصى الجنوب مع دائما نشاط خلايا رعدية بأقصى الجنوب إلى غاية وسط الصحراء. يوم الخميس بإذن الله تبقى نفس درجة الحرارة مقارنة بيوم الأربعاء مع أجواء مشمسة على العموم بالمناطق الشمالية، احتمال لبقايا بعض الأمطار نحو منطقة الأوراس، كما ستبقى تنشط بعض الأمطار نحو منطقة الواحات وهبوب رياح قوية دائما نحو الجنوب الغربي لغاية أقصى الجنوب، ستعمل على انتشار الزوابع الرملية. الوقت غروب الشمس سنفترق إذن بوقت شروق الشمس على مستوى العاصمة، سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و15 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و22 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.